كتير منا بيكون عنده لفة جلاش كده في الفريزر ناسيينها، مش بنعمل بيها حاجة، بنقعد فترة كده ناسيينها لحد لما بتتكسر لوحدها كده من كتر التلج، وفي الاخر مش بنستخدمها في حاجة. تعالوا بقى نعمل بيها الحاجة المسكرة القمر دي، حاجة كده في منتهى الجمال، هتقعي في غرامها حرفيا. انا من الحلويات خلاص اللي بقت مقربة لقلبي، ما شاء الله في منتهى الجمال، وسهلة جدا وهتتعمل في ثواني، وفوق كل ده اقتصادية. اول حاجه معايا لفه من الجلاش كده زي ما انتم شايفين، هي كده خلاص اتهربدت مني وبقالها فتره في الفريزر، فقلت لازم اعملها حاجه جديده كده ومختلفه. اول حاجه هجيبها وهقطعها زي ما انتم شايفين كده شرايح بالطول، وبعدين هقطعها كمان، هاخدها كمان بالعرض كده. انا عايزه قطع الجلاش معايا او ورقه الجلاش تكون مربعات صغيره كده على قد ما اقدر، ما تقطعهاش كبير، تبقى مربعات صغيره زي ما انتم شايفين كده. وكمان على فكرة تنفع بالجلاش العادي خالص، ممكن تجيبي جلاش فريش وتعمليه الوصفة عادي خالص. بس انا بتكلم على الناس اللي عندها جلاش بقاله كتير في الفريزر ومش عارفة تعمل بيه ايه. شايفين هي دي النتيجة في الاخر بتاعة التقطيع. هقطعه كله بقى زي ما انتم شايفين كده لمربعات صغيرة، وخلوا بالكم برضو لما هاجي ابسه كده في السمنة برضو هيتقطع معايا لمربعات صغيرة، فما تتعبيش نفسك قوي يعني. دلوقتي هبتدي احط معايا كوبايه هنا من السميد او دي البسبوسه زي ما انتم شايفين كده اللي احنا بنستخدمه للبسبوسه اللي هو بيجي من عند العطار. هنزل عليه باربع معالق كبار من السكر البودره زي ما انتم شايفين كده، وكمان حمصت نص كوبايه من جوز الهند زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحطوها جوز هند عادي خالص او ممكن تستغنوا عنها خالص لو مش متوفر. انا بحبه متحمص. معايا دلوقتي كوبايه الا ربع من الزبده على السمنه، ممكن تحطي زبده بس، ممكن تحطي سمنه بس، ممكن تحطي سمنه على زيت، مفيش مشكله. المواد الدهنيه بتاعتك انتي اتحكمي فيها زي ما انتي عايزه. بس كده هي دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها. هنفضل بقى نبث المكونات اللي احنا حطيناها دي مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه اشبع كله بالسمنه زي ما انتم شايفينه كده، زي كاننا بالظبط ما بنعمل البسبوسه بالظبط. هي هتبقى ميكس كده ما بين البسبوسه والجلاش. جربيها بوعدك هتعجبك جدا وهتعتمديها قوي في الحلويات الشرقيه عندك. هبتدي بقى اجيب صينيه مقاس 28، هدهنها بالسمنه او بالزيت زي ما انت عايزه، وهبتدي انزل بالخليط زي ما انتم شايفين كده. هوزع الخليط كله كده بالتساوي وهبتدي اضغط عليه جامد جدا. لازم تضغطي عليه كويس قوي. ممكن تجيبي صينيه وتضغطي عليها زي الكنافه بالظبط، لازم تضغطي عليها كويس قوي. انا هنا جبت هراسه البطاطس وبدات اضغط كويس قوي كده زي ما انتم شايفين، وهي كده بتكون جاهزه معانا. ومش هنحتاج لها اي حاجه تاني غير نص كوبايه كمان من السمنه هنحطها على وشها كده. ممكن تستغني عنها لو مش حابه تحطي سمنه تاني. بس كده. ممكن تدخليها بقى في الوقت ده الفرن، او ممكن تزينيها بالكريز. انا جبت كريز كده عشان التصوير برضو، ممكن تستغني عنه مفيش اي مشكله خالص. يعني مش حاجه اساسيه معانا في الوصفه ولا اي حاجه. انا في الوقت ده بقى مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. هدخل الصينيه بتاعتي على درجه حراره متوسطه او فوق المتوسطه حاجه بسيطه، بس يا دوب يحمر من تحت او الجناب بتاعتنا تحمر. هبتدي اشغل عليه الشوايه عشان ياخد اللون الذهبي الفاتح بتاعنا. ما تحاوليش تغمقي لون الحاجه الحلوه بتاعتنا ديت علشان ما تنشفش منك. شايفين انا عايزه اللون الذهبي ده ما شاء الله. هي كده بعد حوالي نص ساعه انا هبتدي اسقيها بقى بالشربات. واحنا عملنا الشربات كتير مع بعض فما حبيتش الفيديو يكون طويل عليكم. الشربات ده عباره عن كوبايه من السكر مع كوبايه من الميه، سيبهم يغلوا على النار، وبعد لما يغلوا هنزل بعصير نص ليمونه بس كده، وهسيبهم حوالي 10 دقايق على النار، بس مش اكتر من كده. شايفين ما شاء الله بقى الجلاش بتاعي او البسبوسه بتاعتي، شايفين بتشرب الشربات بتاعها. معنى كده ان هي ما شاء الله حلوه جدا. انا غطيت الصينيه دي حوالي ربع ساعه كمان، وهبتدي بقى اقطع فيها زي ما انتم شايفين كده. شايفين ما شاء الله حاجه كده طريه وجميله وكمان دايبه دوب كده. انا بصراحه ما صبرتش عليها وبقيت متحمسه قوي ان انا ادوق طعمها واشوفها عامله ازاي. شايفين ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. ما شاء الله دايبة. طعم الجلاش معاكي، طعم البسبوسة معاكي، حاجة كده جميلة جميلة جميلة. بجد بنصحك ان انت تعمليها. بس زي ما قلتلك ان انت بس ما تزوديش عليها السوا في الفرن، علشان لو طلعت اغمق من كده ممكن تنشف معاكي. شايفين بتدوب ازاي، مورقة كده وبتدوب، وحاجة كده في منتهى الجمال. بوعدك ان دي هتكون من الوصفات المفضلة عندكم. يا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.